ايه يا ونش ده يا ونش ده انت افضل تاني بالونة في مصر. الزمالك اتعادل مع طلائع الجيش مؤقتا لغاية لما هنعرف يوم الأحد مين اللي هيبقى متصدر الدوري. فالزمالك هيكون معاه ماتش مع الاتحاد وهو معاه 11 نقطة، والأهلي هيلعب مع المصري وهو معاه 8 نقط، ولكن الأهلي لعب 4 مباريات والزمالك لعب 6. معنى ذلك إن النادي الأهلي لو كسب المصري هيبقى معاه 3 نقط، فبالتالي هيبقى معاه 11 نقطة. فلو الزمالك خسر فبالتالي احنا اللي هنكون متصدرين الدوري لأن احنا أقل مباريات. فها زمالك هتعمل ايه؟ هتتشطر وهتبقى متصدر ولا هتغيب تاني عشان ترجع للكونفدرالية تاني؟ عايز تعيد الدور تاني ولا ايه؟ وعلى فكرة جروس كان مدرب لكولر، فهنشوف التلميذ هيتفوق على الأستاذ ولا الأستاذ هيتفوق على التلميذ، بس أكيد التلميذ هو اللي هيتفوق.